السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عناية. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع وواحد الإحساس اللي ماشي جديد علينا، اللي كيجينا بلا استئذان، كيخليك تحس براسك بوحدك حتى وانت وسط الأحباب ووسط الناس. كتحس براسك وحيد. الإحساس بالوحدة ماشي غير غياب ديال الناس حداك، ولكن هو إحساس كيشدك مني كيغيب الفهم ومني كيغيب الاحتواء وحتى الراحة. ملي كتنعدم الراحة كتبدا تحس براسك بوحدك وسط المجمع ديال عباد الله. في هذه الحلقة غادي نهضروا على الوحدة، على شنو هي هذه الوحدة بالضبط اللي كنحسوا بها، وشنو هما الأسباب اللي كيخليونا نحسوا بها، وكيفاش نقدروا نخرجوا منها بشوية ديال الوعي والعناية بالنفس. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عناية، الكوان اللي غادي نرتاحوا فيه عاوتاني مرة أخرى ونهضروا فيه على راحتنا. الوحدة ماشي ديما كتعني انك بوحدك، ممكن تكون محاط بالناس ولكن ما كاين حتى واحد فاهمك. كتحس بحال كتهضر ولكن صوتك ما كيتسمعش، كتحس بفراغ اللي ما كيتعمرش بسهولة. وهذا الاحساس كيجي من بزاف ديال الحوايج، يمكن من علاقات ما فيهاش عمق كانت غير سطحية، يمكن من خيبات صغيرة تراكمات. فاش كتحاول تهضر وصوتك ما كيتسمعش كتحس براسك بحال ما كتنتميش لذاك الوسط، وحتى انك كتبعد على راسك حيت ما كتبقاش عارف شنو باغي. عليها كتولي تحس بالوحده حيت وانت ما فاهمش راسك كيفاش بغيتي الناس يفهموك. واخا الوحده كتكون شويه قاسيه علينا حيت كتخلينا نفكروا بزاف وكتفتح الباب الاسئله ما عندهاش اجوبه واضحه. ولكن غادي نقول لك حاجه مهمه، الوحده ما كتكونش ديما عدو ديالنا، بالعكس احيانا كتخلينا نجلسوا بوحدنا، نعاودوا نفكروا مع راسنا، نسمعوا ليه ونفهموه اكثر. المشكل ماشي في الوحده، المشكل هو كيفاش كنعيشوها. الا عشناها بالخوف كون على يقين انها غضرنا بزاف، ولكن الا عشناها بشويه ديال الوعي ممكن تعلمنا. باش نخففوا من الوحده ماشي ضروري نقلبوا على الناس نهضروا معاهم، لا، خاصنا حتى نحاولوا اننا نتقربوا من راسنا. ديروا الحوايج اللي كتبغيو، خرج تمشى، اسمع لراسك. شوفوا في الحلقه اللي فاتت ديال ليالي التفكير قلت هاد الهضره، هضروا مع راسكم. انا شخصيا كنبقى نهضر مع راسي لساعات طوال قدام المرايه وما عنديش مشكل ندير هاد الشيء مره في شحال. كتب افكارك، مثلا دير ديك اليوميه ديالك بقى تكتب فيها كي داز النهار. حاول تكون صاحب لراسك، يعني اي حاجه دراتك ماشي تقلب على شي واحد تعاود ليه، عاود لراسك، عاود لكتابك، كتب شنو انت كتحس بيه، بشنو كتحس. بطبيعه الحال كتبتي بحال كتعاود لشي واحد. ما تقلبش على الصاحب حيت تكون على يقين. انا ما كنامنش بالصداقه اللي تقدر تقول ليه اي حاجه وتامن عليها، حيت صعيب بزاف في الوقت الحالي ديالنا نلقاو الصديق اللي تامن عليه اسرارك، حيت ممكن في لحظه انكم تخاصموا ولا شي حاجه وكل شيء يخرج للعالم. حاول تختار الناس اللي كيحسوا بك، يعني اللي ما يخليوكش ديما هما كيبغيو الانتباه ولكن هما ما تيعطوش الفرصه للناس اخرين يهضروا او لا يعبروا كيف بغاو. ما تختارش اللي كيدوزوا بك الوقت، اختار اللي يكون معاك وتكون معاه حتى نتايا، حيت الفرق كبير بين تكون محاط وبين تكون مفهوم. يعني لكن بينات القصد هو انه ماشي الكثره ديال الناس اللي كيكونوا وحدك هي اللي مهمه، بالعكس. ولو يكون عندك صديق واحد كيفهمك افضل من انه يكون عندك عشرات الاصدقاء ما تيفهموكش. يعني ماشي الكميه ديال الناس اللي تنعرفوا في حياتنا هي اللي كتحدد راحة بالنا. ايوا هذا ما كان انا هضرت من قلبي في هذه الحلقه صراحه الله. ما حاولتش انني لا ندير مونتاج لا حتى شي حاجه، هضرت كيف ما خاصني نهضر. انا حاليا بعض المرات كنحس براسي كنحس بالوحده، وكي قلت لي فاش كيكون عندي واحد الوقيت اللي ما غادي يسمعني حتى واحد في لونطوراج ديالي، كنهضر مع راسي بوحديتي، كنشوف في ديك المرايه وكنهضر، كنقول طه واش انتي مازال هي انتي ديال شحال هادي؟ شنو اللي ضرك؟ هضري مع راسك، ماشي مشكل. كتشوفوه امر تافه، لكم حريه الاختيار. هذا ما كان، هذا اللي غنقول لكم.
وحاجه وحده، الوحده راه ماشي احساس صعيب ولكن ماشي نهايه العالم. واخا كنحسوا بالوحده ممكن تكون بدايه لبناء علاقه حقيقيه مع نفسك وحتى مع الناس. ممكن تلقى شي واحد كيستهلك بالفعل ويبغي يبدا معك شي حاجه زوينه اللي ما مبنياش على بزاف ديال الحاجات اللي مبنيه اليوم بزاف ديال العلاقات حاليا، بحال المصالح، بحال بزاف ديال الحاجات. كيكون مستعد انه يسمع ليك ويكون جنبك وحتى لاخر النفس. علاش لا؟ مع نهايه حلقتي ديال اليوم غنقول لك النصيحه اللي غنقول لك: الا حسيتي براسك بوحدك ما تخافش من هذا الاحساس، حاول تفهمه، ما تهربش منه، وديما تفكر انت ماشي بوحدك. حتى الا جاك هذا الاحساس راه ضروري غتلقى شي واحد قريب لك وقريب اكثر. وإلا ما لقيتيش كون على يقين ان الله سبحانه وتعالى يكون ديما في الاستماع لك. توضى، صلي 2 ركعات، وارى ما تعود وارى ما تشكي وتبكي. كنظن هذا احسن حل. وكنت معك في حلقه جديده من بودكاست عنايه. نلقاك قريب وخليك ديما قريب من نفسك ومن الله. بسلامه عليك. الحلقه الجايه ان شاء الله يا ربي. وإلا عجبتكم الحلقه ما تنساوش ديروا ابوني وتشتركوا في القناه ديالي طه. الله يعاونكم.